اقتصاد المغرب. أول خبر كيقيس جيب المواطن المغربي. الحد الأدنى للأجور لا ساميغ زاد رسميا هذا الشهر ووصل 17.92 درهم للساعة. يعني الماندا ديال هاد يناير غتكون طالعة شوية المليون عامل مغربي. ولكن في المقابل السكر زاد ب 53 سنتيم للكيلو، وهذه ضمن خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيا. وفي نفس الوقت الدعم الاجتماعي المباشر وصل 3.9 مليون أسرة، والهدف هذا العام هو نزيدوا في قيمة هذا الدعم باش نواجهوا غلاء المعيشة. وعلى مستوى الأرقام الكبيرة، المغرب حاط 380 مليار درهم كاستثمار عمومي لهذه السنة. الفلوس دابا غادا للطرق، قناطر وملاعب مونديال 2030. هادشي خلى توقعات النمو توصل ل 4.2%، وهو رقم كيعطي الثقة للمستثمرين الأجانب. باختصار، كاين زيادة في الأجور، كاين استثمارات مليارية، ولكن كاين تضخم كيحاول ياكل هاد الزيادات. السؤال ليكم، واش كتحسوا بهذا النمو في حياتكم اليومية ولا كيبقى غير أرقام؟ خلي لينا رأيك في التعاليق ودير متابعة باش يوصلك الجديد ديال 2026.